السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة وصفات اقتصادية. اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض حلوى بالزبيب والشيكولا وبدون فرن. المقادير اللي نحتاجها لهذه الوصفة هي 200 جرام من بسكويت الشاي، ملعقتين كبار زبدة، ملعقتين كبار كاكاو من النوع الجيد، 3 ملاعق كبار عسل، ملعقتين كبار عنب مجفف، وعلبة شوكولاتة اختيارية، إما شوكولاتة حليب أو شوكولاتة بيضاء. نبدأ على بركة الله. ناخد كاسرونة نضع فيها الزبدة والعسل مع الكاكاو والعنب المجفف. بالنسبة للعنب نغسلوه وننقعوه 5 دقائق في ماء الزهر ثم نجفوه. نضع الكاسرونة على نار هادية مع التحريك. لما تجانس المكونات مع بعضها نبعد الكاسرونة من على النار ونبدأ نضيف البسكويت المطحون خشن بالتدريج حتى نتحصل على خليط متماسك. ناخد مول السيليكون، والمول يكون اختياري، ونضع فيه الخليط. ندخل الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. بعد ما تمر 15 دقيقة نخرج الحلوى من الثلاجة ونفرغوها من مول السيليكون ثم نرجعها للثلاجة. بالنسبة للشوكولاتة ندوبها على حمام مائي أو حمام مريم ثم نفرغوها في مول السيليكون في نفس المول اللي وضعنا فيه الحلوى. بعد ما نكمل الشوكولاتة نديرها في المول، نضع فوقها الحلوى وندخلها الثلاجة لمدة 20 دقيقة. نشف الشوكولاتة نخرجها من الثلاجة ونفرغها من المول ثم نزينها في الوسط إما بالكراميل أو جولي وإما بشوكولاتة الطلاء. هذه هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها، حلوى بذوق الزبيب أو العنب مجفف والشوكولاتة، ذوق رائع وبدون فرن. وفي الأخير نتمنى أنكم تدعموا القناة لأنها محتاجة دعمكم، ومع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.